هاجرت زي اي حد، خدت تذكره وان واي وجيت بيها على كندا. قعدت 15 سنه في دبي، اشتغلت في شركات يعني مالتي ناشونالز، وجيت في الاخر خالص كان عندي شركه في دبي. كنت متخيل انا سوبرمان، هاجي وانا هلاقي الشغل على طول ومش بس كده، انا غالبا هيستنوني في المطار، اللي هو انت اتاخرت علينا ليه. بدات كدليفري درايفر. النهارده الموضوع شويه مختلف، مش معايا حد مجرد ان هو شغال وناجح في وظيفته، بالعكس لا، ده حد فتح بيزنس وما شاء الله البيزنس ناجح جدا. معانا معتز، هو founder of My Career، شركة لوجيستكس موجودة هنا في اوكفيل، chairman of the board في اوكفيل Chamber of Commerce. اهلا بيك يا معتز، اخبارك ايه؟ انا مبسوط جدا ان انا قاعد معاك النهارده حبيبي. يعني ده انا متابع فيديوهاتك والجريت ورك ذات يور دوينج كمان، بس انا مبسوط ان احنا نقعد ندردش شويه. حبيبي والله ده شرف ليا النهارده نقعد معاك. وعلى فكره معتز كمان دي السوشيال ميديا بتاعته، هو عامل يعني محتوى بتاعه بالانجلش، ولكن في حته البيزنس كده ما شاء الله. يعني انا جاي النهارده عشان اتعلم منك يعني. خلينا نبدا من الاول. انت ما شاء الله ماي كارير دلوقتي يعني ليها اسم ما شاء الله، واحد من ضمن الكلاينتس بتاعك هو امازون. خلينا بقى ابدا من الاول كده، وصلت هنا ازاي؟ هي الشركه بقى لها 6 سنين. انا هاجرت زي اي حد، خدت تذكره وان واي وجيت بيها على كندا، وزي اي حد بتبدا في الاول بتعافر يمين شمال، بتحاول لغايه ما في الاخر خالص بتلاقي كده السبيس اللي انت ممكن تقعد فيه فاليو. وفي كندا لما بتلاقي فيه سبيس تقدر تقعد فيه فاليو، بتلاقي الدنيا بدات تتحرك. ساعه الكوفيد لقيت فرصه ان انا افتح دليفري كومباني، لان الاونلاين اوردرز بتزيد والدليفري كومبانيز مش قادره تلاحق، فقلت خليني اجرب. بدات كدرايفر، فبدات ان انا بشتغل على العربيه بتاعتي باني بعمل توصيلات. شويه بشويه بدا عملاء اكتر تقرب، او اخبط ببان لغايه ما عملاء تيجي، لغايه ما جالي ان انكر كلاينت اللي هو عميل كبير كفايه ان هو يديني نفس، وده كان امازون ما شاء الله. وبدات بيه، وبدات بقى اكبر من هنا، وبدانا نكبر بقى الفليت، نكبر التيم، نكبر العلاقات اللي موجوده في البلد، ونتعرف على ناس كويسه زيك. ما شاء الله. فانا عارف ان انت الباك جراوند بتاعتك اصلا مش في اللوجيستكس خالص. ازاي جت الحته دي، وازاي لقيت ان هو فيها فورس اصلا تبدا؟ والله بص يا محمود، هقول لك حاجه. هو اللي بيجي كندا، هو انت كانك اتخرجت اول امبارح. يعني مهما انت كان عندك خبرات و unfortunately، بقولها unfortunately دي بتبقى الصدمه لناس كتير، انت اكنك بالظبط اتخرجت من الجامعه، سي في بتاعك نظيف كده والشنطه على ظهرك، وبتبدا تشوف الاوبورتونيتيز موجوده فين. في اوبورتونيتيز بتلاقيها في وظائف انت يمكن ما اشتغلتهاش دايركت، في اوبورتونيتيز في بزنسز يمكن انت ما عملتهاش دايركت، بس في النهايه لو انت ماشي في خط البيزنس، هو البيزنس معظمه واحد in the way you manage it. هي operation، هي financials، هي hiring، هي registrations وليجل. فمعظم الاوفرول ماتريكس بتاع اي بزنس واحد. هي الفكره بس ان انت لما بتخش في اندستري بتبقى عاوز ازاي تزود علاقاتك في الاندستري دي عشان تقدر تفاست تراك النمو بتاع البيزنس نفسه. فحته البيزنس بتاع اللوجيستكس جه منين؟ هو جه بيورلي من ان انا لقيت فرصه ساعه الكوفيد. بس اقول لك حاجه كمان تانية بتهيالي برضو بتساعد. عارف انت لما يقول لك كده انت you don't have anything to lose، انت في سرفايفل يا استاذي. انت بتيجي مفيش عندك اي حاجه تانية ممكن تعملها غير ان انت لازم تتحرك قدام. الفرصه اللي بتجيلك بتقول انا همسك فيها بايدي واسناني واحاول اجيب اللي اقدر منه. اللوجيستكس بيزنس اللي انا بداته ده كان ثالث محاوله ليا مش اول. انا بدات محاولتين قبل كده ومشوش بنجاح، فبالتالي حاولت الاولى، في الثانيه ربنا وفقني في الثالثه، يمكن كانت تبقى الرابعه، يمكن تبقى الخامسه، الله اعلم. بس هو one thing انا مؤمن بيها ويقين كده جوه، حط مجهود، ربنا في الاخر خالص بيفتح لك بيبان ويمكن اكبر بكتير ما انت ممكن تتخيل. فعارف بتجرب في محاولات كتير ويقين كده جواك ان ربنا بيفتح لك بيبان 100%. صح. هي يمكن الحاجه الوحيده اللي الواحد ما بيبقاش عارفها هو امتى. ده اللي مش بايدينا. احنا بايدينا الاجتهاد، بس مش بايدينا الوقت نعملها امتى. فاجتهدت فيها وربنا سهلها لي وفتحها لي. ويمكن دي حاجه من الاسباب الكتير كمان ان انا يمكن اساعد ناس كتير كمان في الكوميونتي ان هم عارف يقدروا كده يتحركوا ويبصوا على البيزنسز بتاعتهم. انا عارف يعني بعيدا عن الموضوع بتاع الشغل وكده، عارف دورك في الكوميونتي عامل ازاي، واحنا يعني شفت كذا حاجه انت بتعملها. انت ذكرت نقطه حلوه قوي صراحه. انا دايما حتى بشجع الناس على الموضوع ده، اللي هو ابدا وحاول وجرب. لان الموضوع مش جاي ان هو انا عندي خبره في حاجه معينه وجاي هنا انا من اول يوم هبقى اكزيكتيف، ولا من اول يوم ان انا هبقى دايركتور وان انا هاخد وضعي الكامل بنفس البوزيشن بنفس كل حاجه. في ناس كتير لما بتيجي هنا شويه بتتخض من حته ان هو بيحصل لها داون جريد في الرول بتاعها، او ان هي بتبقى داخله شغل
عامله حسابها ان هي انا عندي خبره في هلاقي شغل من اول يوم. شويه بيواجهوا صعوبات في الحته دي. فكره ان الواحد يجرب ويبقى عنده كمان القابليه ان هو يتقبل اللي هيحصل دي عليها عامل كبير. صح. انت عارف يعني حاجه من الحاجات اللي بتقتل كتير جدا من الرحله بتاعت كندا بتبقى ساعات الايجو. انت بتبقى جاي وفي مخك بوزيشن معين، في مخك حاجه معينه عاوز تعملها، بس المشكله ان البلد ما تعرفكش، محدش لسه يسمع عنك خالص ولا عن خبراتك، فانت محتاج تقدم السبت قبل ما حد يجي. ف you need to show ان انت عندك السكيلز الكابابيلتيز، واهم من ده كله you need to show ان انت you're vested in، يعني ان انت موجود في البلد، ان انت فعلا كين ان انت تكبر في البلد. فالحته دي ساعات هي اللي بتقلق بعض الوظائف، ان هي طب انا عين محمود ولا هعينه النهارده وبكره يسيبني وانا I invested فيه وعلمته وتريننج و فالحته اللي هو بيبقى فيها قلق هي حته محمود انت معايا الفتره واحط فيك وانفست، ولا انت بكره مش هتبقى معايا. طيب ازاي لو حد جاي جديد يثبت ده؟ ازاي يثبت ان هو انا عندي السكيل سيت اللازمه للشغل وانا مستعد ان انا احط كل مجهودي وكل يعني قوتي ووقتي جوه البيزنس بتاعك او جوه شركه ايا كان اللي انا بقدم عليها؟ ازاي الناس تبين ده؟ عارف هي عامله بالظبط. تخيل كده انت اول ما اتخرجت كان احساسك ايه في اول شغلانه قدمتها؟ كنت بتروح تقعد قد ايه في المكتب؟ كنت بتمشي مع مديرك ازاي؟ كنت اكسايتد ان انت تتعلم وبتكتب ازاي؟ الحته دي unfortunately مع التقدم في الخبرات او في السن الواحد بيفقدها. لما بتيجي كندا انت محتاج ترجعها تاني، ترجع تاني فكره بقى انا لو بتعلم من اول وجديد في وظيفه ازاي اقدر فعلا ابقى كين ان انا اتعلم الوظيفه، اتعلم الشركه، وفي نفس الوقت كمان كل اللي موجودين في الشركه يعرفوا ان ده شخص كين ان هو يكبر. فبالتالي قاعد زي ما بيقولوا كده بتاخد نوتس، فاهم على ايه اللي بيحصل. بتحسها ساعات كمان في عيون الناس، فاهم قصدي مين اللي هو فعلا باشنت. يعني ساعات لما بعمل حتى انترفيوز بقول للناس 3 حاجات اي شركه بيبصوا عليها: your skills, your knowledge, your attitude. skills و knowledge هيعرف يعلمها لك، وبالاي اي يمكن النولج بقت سهله موجوده وافيلبل والسهله. اكتر حاجه الوظائف هنا بتبص عليها هي الاتيتيود. do you have this can do attitude? are you coachable؟ قادر انت تتعلم، لان كتير جدا الناس بتيجي مش coachable، خلاص هو اتعلم حاجه بطريقه معينه في دماغه مش عايز حد يغيرها له. بس the more you show ان لا I'm coachable, I'm okay، حتى اللفظ اللي بيتقال to unlearn so I can relearn حاجه جديده. فالدو مور يو هاف ذس از ا كلتشر بتسهل عليك وبتسهل على الشركات ان هي تحس ان انت هتبقى يعني جوهره عندنا ويا ريت ناخدك معانا. صح 100%. انا معاك في الحته دي جدا صراحه. حته ان هو الناس بتبقى جايه متخوفه ومن الكلام اللي بيسمعوه يقول لك كنديان اكسبيرينس، هم مش واصل لهم حته كنديان اكسبيرينس. انا عارف ان احنا اتكلمنا فيها بره الفيديو، بس حابب ان انت كمان توضحها للناس هنا ليه بيركزوا على موضوع كنديان اكسبيرينس وازاي ممكن حد يعدي الحته دي. بص يمكن انا قدمت اول ما جيت على كذا وظيفه وربنا ما وفقنيش فيها لاسباب كتير، بس واحده منها كمان كانت كنديان اكسبيرينس. يقول لك كنديان اكسبيرينس، كنت ساعتها متضايق قوي. ايه كنديان اكسبيرينس دي؟ يعني هلعب هوكي، طب عاوزين ايه؟ باسكت، هلعب باسكت، عاوزين نعمل ايه؟ طيب هبقى اعمله. فاهم؟ ما انا بشافل سنو زيكم اهو، شبهك اهو، موجوده، ما انا معاك اهو. بس عارف لما الوقت بيعدي شويه وبتبدا تجمع هو قصده ايه كنديان اكسبيرينس. مش كتير من الناس اللي بتيجي كندا بتبقى جايه وحاطه في بالها ان هي عاوزه تقعد لفتره. ناس بتيجي ويعني كده زي ما بيقولوها بيبقى بيعد الايام، وحقه يبقى ساعات عاوز يرجع تاني بلده وعاوز يرجع يشوف اهله whatever الريزن هو عاوز يرجع. فكره كنديان اكسبيرينس هي هل انت معانا في البلد هنا مش فيزيكلي بس بدماغك، ولا انت دماغك هناك؟ دماغك في البلد اللي عاوز ترجع لها في يوم من الايام. المشكله دي ان ناس كتير جدا بتيجي بالمايند سيت ده، انا قاعد 3 سنين 4 سنين هاخد الباسبور وهسحب. تمام، حقك، مفيش مشكله خالص، بس الشركات مش عاوزه حد يبقى قاعد بنص دماغ، هو عاوزك فولي معاه، عاوز يحس ان انا ده شخص انا ممكن احط معاه وقت وفي الاخر خالص هيترقى وهيكبر ويمكن ياخد بالنيابه عني بعد كده الشركه ويجري بيها. وهي الحته دي بتاعت الكنديان اكسبيرينس اللي ساعات يمكن ما بتتقالش بالطريقه المظبوطه. which I think in my own point of view انت عاوز تثبت ان انت موجود. تثبتها بقى ازاي؟ بانك تانجيج مع الكوميونتي. هي مش وظيفه فول ستوب.
انت هتحتاج تجري اكتر شويه من الطبيعي، عشان انت بتحاول تلحق سنين كتير انت ما كنتش عايشه في البلد. مظبوط. نتوركس كتير انت ما عملتهاش، صحاب كتير انت ما عملتهاش ايام الجامعه والمدرسه، كل ده انت بتحاول تلحقه في سنين قصيره. فان انت تبقى انجيج في المجتمع دي مهمه جدا جدا. فكر فيها بقى، ان انت تروح مثلا ايفنتس مع تشامبر، ان انت مثلا تشوف ايفنتس بتتعمل مع اكسلريتورز ممكن تروحها، في ايفنتس كتير جدا البنوك بتعملها، الكوميونتي نفسها بتعمل ايفنتس، السيتيز نفسها او التاونز اللي انت عايش فيها بتعمل ايفنتس. احضر ايفنتس على قد ما تقدر. في بعض الايفنتس ممكن تبقى تحسها ويست اوف تايم، يمكن تطلع من ايفنت واحد بشخص او كلمه او ويب سايت تغير لك حياتك. مظبوط. بس انت برضو الله اعلم، فحط مور تايم ان ذا كوميونتي. دي حاجه من الحاجات اللي بتخلي الناس تحس ان انت موجود. وري نفسك على السوشيال ميديا ان انت موجود في البلد. دي برضو بتخلي الشركات تحس ان you're there. كام مره ممكن تقدم سي في واول حاجه بيعملوها they check you online، هل انت موجود فعلا في البلد ولا انت مقدم بس عايش في حته تانية بره؟ صح. هو عاوز يتاكد ان انت معاه في البلد، انت دماغك هنا وخلاص you're vested here، واخد الريسك بتاع ان انت تعيش في البلد دي. هل شايف ان كندا ارض خصبه الناس تبدا فيها بزنس؟ قوي. وهقول لك ليه. كندا هي بلد immigrants باي ديفولت، فبالتالي النيدز بتاعه الاميجرنتس بكل بقى الكالتشرز المختلفه والجنسيات والتيستس المختلفه فظيعه. انت فكر فيها، انت البلد هنا عندك كام تايب اوف ريستورانتس موجودين، كام كوزين موجود، انت عندك جنسيات كتيره طبعا. قد ايه ناس بتاكسبورت وبتامبورت حاجات معينه للبلاد اللي جايين منها. فالبلد هنا لا فيها او مفتوحه الحاجات. زود بقى عليها كمان الريسك ابيتايت بتاع الناس هنا مش عالي، مش بلد بتاعت ريسكس، فبالتالي معظم الناس اللي بتاخد ريسك بيلاقي ريتيرن. ليه؟ لان مش كتير منهم بياخدوا ريسك. انت البلد مهيئه بطريقه ما، الاستراكشر بتاعها في ان الدنيا تبقى بدون ريسك. حتى لو بصيت على البورصه، اغلبيه البورصه ما فيش تكنولوجي، هتلاقيها كلها بنوك. ليه؟ لان البلد عاوزه على الهادي، على الهادي كده، بلاش ايه عارف لخبطه وادينا ريسك وادينا دنيا في الهادي. فانا شايف ان فيها اوبورتيونيتيز. انا هزود لك حاجه كمان، ده الحكومه بتحاول تشجع الناس تعمل بزنسز. يعني انا هقول لك حاجه لطيفه جدا. انت عارف ان في ابلكيشن، ويعني لو عندك فرصه بحط اللينك بتاعه، اسمه كندا بزنس. اتس ان ابلكيشن على الستور، يعني جوجل او اب ستور او ابل ستور. الابلكيشن دي انت ممكن تخش تقول والله انا عاوز اخش بزنس بيعمل كذا، وده السيرفيس انا عاوز اعملها، توصلك بيه which government grant يماتش البزنس بتاعك. يعني الحكومه عاوزه تديك فلوس عشان تبدا، هم عاوزين يكبروا البايب لاين بتاع البيزنسز، لان البيزنسز الصغيره ايفنشلي هي اللي بتخلق فرص عمل قدام. صح. فهو عاوز يشجع. هي الفكره كلها ان احنا ساعات لما بنيجي احنا بنخاف فكره ان انت تخش في الانون ده وابدا بزنس في حته ما اعرفهاش، او ممكن مين يساعدني. حكومه موجوده، وايه مش بس فلوس، ده بتسبورت يو كونكشنز، بتسبورت يو جرانتس، بتسبورت يو وظائف، وتقول لك ده انا ممكن ادفع لك جزء من ماهيات الناس اللي بتعينها. ده في اكسلريتورز اسمها بزنس اكسلريتورز مدعومه من الحكومه. يعني ايه اكسلريتور؟ يعني انت عندك بزنس ايديا، بس عاوز اخد 3 شهور كده اعرف البيزنس ايديا دي ازاي اطلعها للعالم. بيدوك كورسز من بروفيشنال سيلز، اتش ار، فاينانس، برودكت ماركت فيت، اوبريشن، ان انت تقومها. وفي كل تاون في اكسلريتورز. دخلت انا اكسلريتور اسمه التيتيود كان في برامتون، في زيه موجود في هاملتون. ف there are things يمكن اديك كل دول لو عاوز تحطهم. طبعا احنا هنحط اوبشنز كده، فاهم قصدي، تساعد. طبعا there are ways to reach out ان انت ممكن تبدا بزنس. هي الفكره are you willing تاخد الريسك، واثنين الاصعب من الريسك تاخد الخطوه في الحته الانون، تاخد القرار وتكمل. هو فعلا اغلب الناس، انت ذكرت حته ان الناس بتبقى مشتته وبتخاف تاخد الخطوه، حته كمان ان هو يعني خلاص انت عارف ان انت هتمشي في الطريق ده، حته ان انت يبقى عندك يقين تكمل. انت ذكرت الموضوع ده، دي صراحه نقطه مهمه جدا. حتى لو الناس البلد بتساعدك في ريسورسز كتيره، في حتى فلوس او جرانتس او كده ممكن يدوها لك وهي غير مسترده، يعني انت الحاجات دي مش مضطر ان انت ترجعها، بس هل انت مستعد او انت عندك الفكره اللي تحطها وتكمل عليها؟ دي فعلا نقطه مهمه جدا. لو انت هتدي نصيحه
لحد لسه جاي يبدا تعمل ايه النصيحه؟ نصيحه لحد لسه جاي، اول حاجه خد نفس عميق، لان المشوار مش سريع زي ما انت متخيل. طول ما انت هناك وشايفها ثيوريتيكال قبل ما بتيجي، دي حاجه، لما بتيجي حماده تاني خالص. كيف حط في بالك ان انت مجيتك هنا على ارض الواقع، لا هتحتاج شويه نفس ومجهود، والاكسبكتيشن بتاع ان الحاجه تحصل رايت اواي مش هتبقى قادر. اول حاجه فوكس سنترلي في حته. يعني ايه فوكس سنترلي في حته؟ يعني انت لو انت في منطقه ميسيساجا، بيرلينغتون، اوفل، ميلتون، وات ايفر المنطقه اللي انت ساكن فيها، برامتون، وات ايفر المنطقه، بيلد النتورك في المنطقه دي الاول. اوكي. خش خبط اول كام باب، خبط على الشامبر اللي هي زي ما تقول كده مؤسسه البيزنسز اللي موجوده في المنطقه اللي انت فيها. بنسميها عندنا اللي هي الغرفه التجاريه. الغرفه التجاريه، الله ينور عليك. صح. خبط على التاون او السيتي. اوكي. اغلبيتهم بيبقى عندهم هناك ديبارتمنتس متخصصه ان هي تساعد البيزنسز او النيو كوميرس. اوكي. ابدا بدول، لان من دول انت هتقدر تعرف ببان اوف طب ايه بقى الايفنتس او النتوركس اللي موجوده في المنطقه هنا. حط لنفسك اسم في الكوميونتي قبل ما تطلع بره الكوميونتي. صح. حط نفسك اسم فيها، خليهم يعرفوا ان محمود موجود والسيت اوف سكيلز اللي بيقدمها 1 2 3 4. خلي اسمك توب اوف مايند في الحاجات اللي تقدر تقدمها. رقم 2، ودي برضو مهمه، لو انت هتقدم على وظيفه ابدا بص على السي في بتاعك وهيئ السي في للبلد. كتير جدا من الترمينولوجيز اللي بنقولها وحتى التايتلز اللي احنا متعودين عليها ملهاش علاقه بالتايتلز هنا. فممكن ساعات تحط تايتل هم اوتوماتيكلي يفهموا حاجه، يحطوا السي في على جنب من قبل حتى ما يعملوا الانترفيو ويعرفوا ان انت شخص فيتنج كوايت ويل. اوكي. في ناس كتير جدا بيساعدوا على كتابه السي في او الكفر لتر، او بيقدروا يساعدوك يهيئوا لك السي في ان هو يقدر يمشي مع البلد واللانجوج بتاعت البلد. الحاجه الاخيره بي اوبن تو اكسبلور حاجه بره المجال اللي انت بتفكر فيه. احنا ساعات برضو بنيجي دماغنا بتبقى فيكست في مجال معين، خط معين، طريقه معينه، وبنحس هي دي اللي هتمشي. خليك اوبن شويه ان ممكن تلاقي مجالات تانية ما كانتش في بالك. انا لما بدات اللوجيستكس ولا عمري كنت اتخيل ان ابداها، بس الفرصه جت فيها وتعلمتها ودخلت فيها. نفس الفكره، هتلاقي مجالات يمكن تفتح لك عيونك على حاجات تانية وتبقى مور اكسايتنج على اللي انت كنت متخيله، بس عمرك ما جات لك الفرصه. انت جاي هنا ورقه بيضاء، ارسم ولون بالطريقه اللي انت شايفها، ما فيهاش صح وغلط، وبالعكس ده انت بتلونها على سن كبير، يعني عندك الماتيوريتي والخبره بايه الحاجه اللي تسعدك وتخليك كده ايه قادر تكمل وتديك نفس. تتوقع لو في سكيل واحده ثابته هي دي اللي تخلي حد ينجح فعلا، هي هتبقى سرعته في اتخاذ القرار، ولا ان هو يبقى بيأدابت بسرعه على التغيرات؟ لا هو بتأدابت طبعا، دي يعني بتأدابت ان انت هنا في حاجات كتير جدا ممكن تحصل. سرعه اتخاذ القرار ديبندز بصراحه. يعني انا مع ان انت لازم تاخد قرار، بس مش لازم يبقى بسرعه لدرجه ان انت تاخد قرار مش مستريح له. يعني ما فيش حد يزقك في حته انت مش مستريح منها. بس في النهايه لازم تاخد قرار. يعني ان انت تبقى كده ماشي بدون اي قرار، خد قرار وبعد ما تاخده امشي فيه شويه. حسيت ان هو مش نفس الاتجاه اللي انت كنت متخيله، انقل نقله وخش على قرار تاني. مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله خالص. صح. بالعكس، فاهم قصدي؟ تغيير وان انت تجرب لغايه ما في الاخر خالص هتلاقي كده حته وان جيرني هتلاقيها كده راكبه معاك. خلاص هي دي الخط اللي انا عاوز اكمل فيه اتجاه الكارير بتاعي. معاك طبعا في اللي انت بتقوله. ناس كتير بتتكلم على ان كندا الماركت فيها يعني ما فيهوش ترافيك عاليه، عدد النسمات قليلين، فدايما بيقارنوا مع اليو اس، ودايما بيقارنوا ان هو هنا ما فيش فلوس زي هناك، واحنا بنحاول ان احنا نشوف اي حاجه تبقى يو اس بيزد مثلا او كده، مع التغيرات كمان والحاجات اللي تعرف والكده اللي انت عارفها. فهل دي فعلا اثرت على الماركت هنا؟ بص يا شباب فير، هو انت كل بلد وليها عيوبها ومميزاتها. اوكي، فهي المقارنه هنا دايما بتبقى ما بين كندا وامريكا عشان هم جنب بعض. بس انت لو قارنتها باي بلد تانية بره، في بلاد تانية برضو مختلفه تماما، ماتش مور اجريسيف اوفرول. بس انا هقول لك، انا امريكا از مور اجريسيف. اوكي. يعني ايه اجريسيف؟ يعني حتى لو انت بتعمل بزنس هناك، لا فرص البزنس هناك اعلى بكتير ان هي ممكن تنجح. ليه؟ لان انت هناك سهل تعين. اوكي. سهل تعين كاليبرز مختلفه، سهل ان انت تعرف
تجيب تمويلات، يعني اسهل شويه البلد هناك عن في كندا. بس ارجع واقول لك انا بحب كندا لسبب بسيط. كندا it has a nice mix ما بين انت ممكن تعمل بزنس او تبقى في وظيفه، بس في نفس الوقت كمان في عيله. يعني تقدر شويه تبالانس القصه دي. انت هنا في كندا لو سبت الساعه 5 المكتب وروحت محدش هيبص لك في الساعه ويقول لك انت مروح بدري. في امريكا انت لو مشيت 7 8 هيبص لك ان انت ايه ده سايب الشغل ليه. بس هنا لا، هنا ومش محدش متوقع منك ان انت ترد على التليفون بعد 5، ومحدش متوقع منك ان انت تشتغل في الويك اند، مش متوقع. انت لو عملتها دي حته زياده، بس دي بتدي نفس ان انت ممكن تعمل حاجات تانية بره الشغل. اوكي، تقدر تقعد مع العيله، تقدر يبقى عندك هوبي، لو بتروح جيم، لو بتعمل اي فاهم نوع من انواع الاكتيفيتي ليك، كل ده تقدر تعمله. هناك انت بتشتغل بس هنا شويه تقدر تعمل بالانس. يمكن مش في الاول، عشان برضو ابقى فير، ان انت في الاول انت بتجتهد وبتحاول تشوف الطريق اللي انت عاوز توصل له. بس انا زي ما بقول كده، من الواحد لما بتبقى ستيبل لا خلاص بتقدر تكون حياه ليك. you start doing your life and your journey. لو حد لسه جاي جديد شايف اول خطوات يبدا بيها، انت قلت يخبط على البيبان دي لو هو عايز يتوجه لحته البيزنس. لو عاوز يبني كونكشنز اكتر في ان هو يلاقي وظيفه، يدور على الناس اللي شبهه او اللي هو هايرنج مانجر فين؟ انا عارف ان كل اندستري، دي حاجه كويسه برضه هتلاقيها هنا في كندا، كل اندستري ليها كونفرنسز واكزيبيشنز. هتلاقي في الاي اي كونفرنسز واكزيبيشن، هتلاقي في البانكينج والفاينانس، هتلاقي في الترانسبورتيشن، هتلاقي في الاتش ار، دايما هتلاقي كونفرنسز. تكنولوجي هتلاقي في كل واحده منهم. ماي ريكومنديشن از خش على الاندستريز دي وشوف اهم 2-3 كونفرنسز او اكزيبيشنز بيحصلوا فين في تورونتو ولا في كندا، وروح ارمي نفسك في البحر هناك to understand هو ايه الشركات اللي بتعرض نفسها هناك، بيبصوا على ايه، عاوزين ايه نوع الاسئله اللي بيسالوها. you will start to get to know more ايه الرولز اللي بيطلبوها. لان انت ممكن تكون بتفكر في رول، بس لما تروح هناك تلاقي نفس الرول اللي انت بتفكر فيه ده هو موجود حاجه شبهه بس بمسمى تاني، تايتل تاني. اوكي، فانت عمال بتبص على لينكدين ولا عمال بتبص على انديد في الاتجاه الغلط، عمال بتريسيرش تايتل، هو التايتل ما اسموش كده في كندا، هو اسمه حاجه تانية. فيمكن يوفر لك وقت كتير ويخليك في الاتجاه المظبوط. الحاجه التانية is there's a lot of recruitment agencies موجودين في كندا، في كتير جدا وفي كل المجالات. يعني في recruitment موجودين في تخصصات تكنيكال قوي، وفي تخصصات انجينيرنج، وفي تخصصات اوبريشن، وفي تخصصات موجودين. It's a matter of how will you get to know them. One of the things اللي انت ممكن تعملها عشان تعرف الريكروتمنت ايجنسيز دول موجودين فين، او التاونز نفسها بيبقى عندهم لستة باسامي الريكروتمنت ايجنسيز. خش على التاون في السيتي اللي انت فيها، اقول لهم انا عاوز اعرف الريكروتمنت ايجنسيز اللي موجودين مين، تك 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 هيديك اسامي. او خش على التشامبر ويب سايتس، وبعض الاماكن بيسموها تريد بورد. اوكي، هتلاقي في دايركتوري فور فري، اكتب recruitment agencies او اكتب hiring agencies HR، واحده من الثلاثه هيطلعوا لك، هيظهر لك تليفونك اللذيذ، ترفع سماعه وتعرف نفسك. اوكي، انا فلان الفلاني I would like to have a chat. واغلبيتهم هيقول لك تعالى نتكلم. ودي حاجه حلوه في كندا، ان صعب تريتش اوت لحد وما يساعدش. يعني هتلاقيه بيقول لك يا تعالى نتقابل نتعرف نتكلم، او يوجهك تتعرف على حد تتكلم معاه. النقطة دي مهمة قوي، خصوصا ان هو كمان هنا كل الريكروتنج ايجنسي كلهم ريجوليتد، يعني كلهم عندهم رخص، ان هو مش زي مثلا دول تانية او حتى يو اس. هنا لازم عشان تبقى عندك ريكروتنج ايجنسي لازم تبقى لايسند ولازم تطلع الرخصة بتاعتك، فالموضوع بيسهل. وخصوصا ان دي مش حاجة تخوفك ان انت تلجأ لهم، لانه في الاخر مش هياخد منك فلوس او حاجة عشان يعينك، بالعكس هو لو بيساعدك هو في الاخر بياخد من الشركة اللي هيوظفك فيها، فالموضوع يبقى اسهل. في اسئلة كتير بتجيني، لأن انا دايما بنصح الناس برضه في حته الناس تروح ايفنتس او اكزيبيشنز او كده. الناس لو بتقول لي طب هنروح نعمل ايه، نتكلم نقول ايه، عارف في ناس بيبقى عندها التخوفات دي، او حتى يعني الشباب اللي لسه جاي صغير بيبقوا شويه متخوفين. طب انا هروح اتعرف على الناس ازاي؟ مجرد ابقى بوشي مثلا اعرفهم على نفسي واقول لهم انا عايز اشتغل، ولا افتح معاهم مواضيع ازاي؟ عارف هقول لك بقى انا التريك اللي بعملها بصراحه، انا اتعلمتها من حد، مش فكرتي. ادي المايك للبني ادم اللي قدامك. انت مش لازم تروح تتكلم، فكر ان انت رايح هناك تسمع قصه حد. people enjoy talking.
زي حالتي دلوقتي. صح. اوكي. فادي المايك، بمعنى روح ايفنت، وانت في الايفنت انا محمود اخبارك ايه تا 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 تا. always start with the question of tell me your story. What got you here؟ جاي الايفنت متوقع ايه الاوبجيكتيف بتاعك من ان انت تيجي الايفنت؟ جيت قبل كده الايفنت ولا لا؟ طب ايه اللي كسبته من الايفنت؟ حاول تطلع باسئله انا بقولها اوبن اندد، مش الاجابه بتاعتها يس ولا نو. اطلع بالاسئله اللي هي تخليه يقدر يحكي شويه. ليه؟ when people start talking they start gaining trust، لان كل ما بيشارك معاك اكتر كل ما بيحس ان ايه، طب انا بديك شويه تراست، انا بحكي لك اكتر، بحكي لك اكتر. they are capable ان هم بعد كده يسمعوك ويتقبلوا ان انت تقدر تكونكت معاهم. فلما تروح ايفنت بي كيوريوس انك تسمع الستوريز بتاعت الناس قبل ما تحكي الستوري بتاعتك. the more you're curious ان انت تسمع الستوريز the more people will trust you، the more كمان انت تعرف مين تكونكت معاه قريب من اللي انت عاوزه ولا لا، او شبه الجيرني بتاعتك او شبه القصه بتاعتك. فممكن او حتى يقول انسباير ان انت والله القصه بتاعته دي عجباني، انا عاوز افهم اكتر فخليني اكونكت معاه واشوف اقدر اكونكت ازاي. حاجه سمعتها مره عجبتني جدا هنا، قال لك there is a difference between deal relationship و real relationship. ما تفكرش في الريليشن شيب كانها ترانزاكشن، انا مش جاي عاوز منك حاجه وماشي. هتفكر فيها ترانزاكشن غالبا الريليشن شيب دي هتخلص في لحظتها. فكر فيها ان انا عاوز اعمل فعلا اكونكت ريل ريليشن، يمكن انت تفيدني دايركت، يمكن انت تريفير لي لحد ان ذا فيوتشر، بس في النهايه انا عاوز فعلا اخلق ريليشن شيب بدون ما يكون ليها اي هيدن اجنداز. هتمشي الريليشن شيب دي فين بقى ويطلع منها ايه؟ leave this for time. انت مش بياع، انت مش نازل بتبيع منتج on the spot. صح. انت ما عندكش تارجت فاهم، واكسل فايل بتملى انا النهارده كلمت كام واحد وخدت كام بزنس كارد. دي مش هتوصلك لحاجه. build the real relationships ومنها eventually هتفتح. يمكن ساعات حد ممكن يسمعها يقول لك يا احنا ما عندناش الوقت كل الكلام ده، احنا عاوزين ننجز، احنا بنجري which is true. بس هي المشكله is ان البلد دي بتاعت relationships قبل من ان هي تبقى ترانزاكشنال. هنا في ناس كتير لما بيسمعوا الكلام ده بيسموها في الاخر يعني هي وسايط في الاخر زيها زي بلادنا. هل الموضوع هو مجرد وسايط ولا الناس دي بس بتبقى واثقه اكتر ان هي تعين حد تعرفه؟ هي تراست، هي تراست. لان الناس هنا خلي بالك انت عشان هي بلد immigrants، فكتير من الشركات زي ما تقولوا كده ايه يعني عارف عدى عليهم كتير وشافوا ناس بتيجي وتاخد وظيفه كبريدج شهرين ثلاثه ويمشي، شهرين ثلاثه ويمشي. فبيوصلوا بعد فتره يقول لك لا طب انا عاوز في الاخر لما اعين حد يقعد معايا حبه او يعني اتليست انفست ان. فthis is why they take their time. مش بس في التعيين، they take your time في التعيين. بياخد وقته ان هو حتى ينزل فندر. يعني انا عشان اريتش عملاء انا السيل سايكل بتاعتي ممكن تاخدني 8 شهور 8 شهور كتير عمال برايح جاي وبنبيلد ريليشن شيبس ولغايه ما في الاخر خالص يحس ان والله شكلها الشركه دي بتفولو ذا سيم فاليوز زينا، خلينا نحط ايدينا في ايدين بعض ونبدا نشتغل ونعمل بارتنرشيب. ف things do take time. ده حتى هنا الكريدت سكور بتاع البني ادم بيقول لك بياخد له يمكن 3 سنين عشان تبيلد ات. صح. انت بتيجي هنا بيديك كريدت كارد بالعافيه، بيديك فيه كام الف تبدا بيهم، لان هو اصلا مش عارف انت موجود ولا مش موجود، مش بالزبط. عارف انت هتكمل ولا مش هتكمل. ف things do take time. بس once عديت الحته بتاعت انت بتوري I'm trustworthy, I have value to add للمجتمع، يبان بتبدا تتفتح. انا كنت لسه هقول لك فعلا الموضوع ده هم صعبين ان هم تبني معاهم علاقه قويه، بس وانس ان انت بقيت في الحته دي وبقوا واثقين فيك بتفتح بيبان كتير. لان الناس كانت دايما بس واخده الفكره ان هو امريكا وهي لاند اوف اوبورتيونيتيز وكده، ولكن كندا كمان فيها الحته دي جدا ان هو مش بسهوله ان انت تتعرف على الناس وتدخل مع في الثقافه بتاعتهم. برضه متوقف على حسب انت قد ايه مستعد ان انت تتاقلم مع ثقافتهم. صح. بس the more you're into ان انت تتاقلم وتتعود على عاداتهم وتصاحب الناس وتدخل معاهم في ثقافتهم وتخليهم يثقوا فيك وانت تثق فيهم، ده فعلا بيفتح بيبان. انت فكر فيه، عارف عامله زي ايه بالظبط؟ ايام الجامعه انت خلقت ايام الجامعه جروب من صحابك وكبرتوا مع بعض ويعرفوك وتعلمتوا مع بعض وخرجتوا مع بعض وخلقتوا كده المجتمع بتاعكم مع بعض. تخيل بعد مثلا 10 سنين من بعد ما تخرجتوا
جالكوا حد من بره الكالتشر بتاعتكم من بلد تانية مم. وداخل عاوز يبقى في وسطيكم، اول حاجه تعملوها ايه؟ طب انت هتعرف تتاقلم معانا ولا طبعا. يعني ولا احنا اللي هنتاقلم معاك ولا مم. فانا بقوله اذا انت لما بتيجي كندا انت فعلا بتحاول كده ايه، عارف سيركلز اتعملت، مم. انت بتحاول تدخل جوه السيركل. تخش جواها وتبين ان انا I have value added مم. which is كلنا عندنا value added. لان طبعا. انا بصراحه يعني شابو للبني ادم اللي بيجي ويسيب كل حياته واهله ويجي في بلد من اول وجديد. ده مش بس كده، ده انت بتعمل كمان بيزنس بلغه مش لغتك. يعني بصراحه شابو، بس زود عليها اذ انت جاي على مجتمع مش عارفينك مم. ولا يعرفوا انت تقدر تاد فاليو ولا لا، وبيجي لهم ناس كتير جدا كل يوم مش عارفين مين اللي هياد فاليو من مين جاي ترانزيت وراجع. فنفسك في ان انت تبقى قادر تخش، وانت ما بتخش توري الفاليو لغايه ما مره من المرات هيبصوا كده يقولوا ايه، تصدق you're adding value، تصدق we're gaining a lot from you knowledge skills business financial. خليك وسطينا، صح. خليك وسطينا ونكبر مع بعض. ايه رايك في موضوع العنصريه؟ يعني في ناس تبقى جايه هنا متخوفه، يقول لك لا هل هم عنصريين؟ هل هم مش بيتقبلوا لان احنا من كلتشر مختلفه؟ بص انا ما واجهتهاش بصراحه يعني دايركت في اي اتجاه، بالعكس ده انا حتى بحس ساعات كندا ده هم محترمين جدا، ده ما فيش واحد بيفتح الباب غير بيقول لك ثانك يو. انا بحس كده فعلا. صح، بحسهم محترمين قوي يعني، فاهم يعني كده تحسهم متربيين كلهم ولاد زياده. فعلا والله. يعني عكس فاهم قصدي، انت لو رحت امريكا لا يعني ممكن تحسها يعني تحسها في كل حاجه. انا بحسها في امريكا سيستماتيك كمان. يعني اللي انا ما اسمهاش عنصريه، بس اجان برجع لحته التراست اكتر من العنصريه. انا بحس ان هو عارف انت الواحد بيحب يعمل شغل مع الحد اللي ايه، حاسس الكيمستري تركب معاه قريب. يعني هي احنا نفسينا لو انت فكرت فيها ساعات ممكن تحس ان عاوز اعمل مع حد ايه، حاسس ان هو هيفهمني بسرعه. فهمتك. اكتر من هي اي حاجه تانية. فانت الفكره كلها بس انت عاوز توري ان انا I'm still هقدر افهمك بسرعه، يعني I can learn what you have that is there. صح. وبرضه هي في الاخر خالص برضه خلي بالك فكره العنصريه هي دبل واي يعني. طبعا. يعني لو انت حاسس ان اللي قدامك عنصري هيبان عليك، فبالتالي يعني هي ماشيه تو ويز في الناحيتين. فلو انت حاسس ان لا انا بارت اوف الكالتشر، انا خلاص في البلد، انا باد فاليو في البلد، انا موجود في البلد زي اي حد، هتجو هاد. يمكن الحاجه الوحيده از ان انت بتحاول تحسن من او مش تحسن تسرع ابزوربل بتاع السيستم والكالتشر والطريقه اللي بيتعاملوا بيها. يعني من كام يوم كان في بيسبول، احنا ما عندناش بيسبول في البلاد اللي احنا جايين منها. بالظبط. بذاكر البيسبول طبعا. تعرف بلو جايز كانوا بيلعبوا وعملوا ايه الرولز بتاعت اللعبه، وتحس فاهم انت بتتعلم لعبه من اول وجديد. صح. اجان هل معناها ان هتبقى دي اللعبه بتاعتك بتاعت قدام وهتشوفني بكره الصبح نازل بالباد بقى وشغال مش، بس على الاقل لو في حديث اتفتح انت في الكالتشر. طبعا. زي بالظبط لو حد جالنا مصر وفتح حديث مثلا على الكوره، ما هو لازم هيفهمها واتليست يعرف ياخد حاسس ان هو اتس بيزك بيبل سكيلز. صح. محتاج تعرف ايه الحاجات اللي بيتحمسوا عليها، واتليست يبقى عندك بيزك اندرستاندينج. زي البوليتكس محتاج تعرف بيزك طبعا. ايه البوليتكس والناس والاحزاب وعشان تبقى انت عارف لما يتفتح حديث تعرف تتكلم من غير ما تفند حد. مش عاوز تقول جمله او كلمه وتلاقي الناس بصت لك لو يوفندد حد. بالعكس انا عارف الكالتشر وعارف ايه الكلمه اللي ممكن تؤفند وايه الكلمه اللي ممكن ما تصنط فان بيه. انا عارف ان انت الباك جراوند بتاعتك كانت بعيده عن اللوجيستيك وكانت كلها في حاجات اصلا شركات مالتي ناشونال. فلما جيت هنا كنت بعيد عن البيزنس، كنت في بوزيشنز قبل ما تيجي هنا واخرهم كان في دوله من دول الخليج. لما جيت هنا كنت مستعد تنزل لغايه فين؟ كنت شايف ان هو عادي ان انا اشتغل كاجوال في تيم هورتنز او ستاربكس زي ما الناس بتقول، ولا كنت عندك حته ان هو لا انا ادور على حاجه في الناحيه بتاعتي؟ بص انا قعدت 15 سنه في دبي ما شاء الله. اشتغلت في شركات يعني مختلفه مالتي ناشونالز، وجيت في الاخر خالص حتى بدات بروجكتس وكان عندي شركه في دبي. قبل ما اجي لا انا كنت متخيل انا سوبرمان، انا هاجي وانا هلاقي الشغل على طول ومش بس كده، انا غالبا هيستنوني في المطار. يعني هم يبقوا مستنيين في المطار اللي هو انت اتاخرت علينا ليه، فاهم؟ انا جاهز، انا جاهز وزياده. طبعا دي حقيقه كانت حاجه ثانيه خالص. يعني انت جيت هنا مفيش الكلام ده. كنت ممكن انزل لغايه فين؟ هي ما بتجيش مره واحده، هي بتيجي تدريجيا. اوكي. يعني هي ما بتجيش مره واحده انت بتيجي في دماغك تقول انا خلاص انا هنزل لغايه، لا هي انت بتبقى ايه، انت بتيجي بتحاول محاوله
في ليفل معين، تيجي تقول ايه، طب هي مش راكبه، حاجه على نفسي شويه، ها، طب هي مش راكبه، ها، طب هي مش راكبه، ها، لغايه ما بتلاقي الحته اللي انت كومفورتبلي قادر تخش فيها بدون ما تحس ان ايه، هي مش بعيد عليا قوي، فاهم قصدي؟ فهي بتيجي تدريجيا، اوكي ويمكن تكون نعمه ان هي بتيجي تدريجيا عشان انت ما بتحسش بيها. يعني انت ما اوكي. بتحسش ان فجاه في يوم من الايام حصل دروب. حصل حاجه كده دروب، لا هو انت بتبقى ايه، في ريزن يخليك تبدا ايه، تاخدها ستيب باي ستيب باي ستيب لغايه ما بتبدا في حته خلاص بتلاقي الخط اللي انت ممكن تبدا منه، وتبدا من انت بقى وشطارتك بقى هتطلع في انهي اتجاه، هتثبت نفسك ازاي، هتروح فين منطقي. من. يعني انا مثلا انا فاكر لما بدات ماي كورير، انا بدات كدليفري درايفر، انا ما جاش في بالي، يعني انا ما جاش في بالي قبل ما اجي انا هبدا دليفري درايفر، بس لقيت ان الاوبورتيونيتي لوجيستكس ومحتاجين دليفريز، طب ما نذاكرها، بالظبط، في جاب في الماركت في في الحته دي وانا ما فيش فاهمه، فقلت اخش اذاكر. فنزلتي على العربيه وبس، مجرد ان انا في السوق بدات اسمع من بعض العملاء اللي بقف معاهم مشاكلهم ايه، واكتب كده طب انا ممكن احلها ازاي، اسمع من السواقين، اسمع من ديسباتشرز، من سوبرفايزرز، انت في السوق، لغايه ما في الاخر خالص تكون كده شكل ليه بزنس موديل، او تكون سي في وممكن منه كنت تبدا تشتغل في اللوجيستكس. يعني انا كان ساعتها حاجه من الاثنين هتحصل، يا اما كنت هاجي من هنا واقول والله انا ممكن اشتغل بقى سوبرفايزر واترقى من سوبرفايزر لاوبريشن مانجر ونمشي في الخط ده، او السيت اوف سكيلز اللي كانت عندي ساعتها اني ممكن اد فاليو في بدايه بزنس بيكون هو ده البزنس بتاعك. رحت بادئ بزنس في اللوجيستكس وبدات اخبط بيبان يمين شمال لغايه ما ربنا سهلها لي وربنا فتحها لي بعميل كبير وبدانا من هناك ما شاء الله. فينا بحكي دي لان انت بيجي لك وقت هتبدا من في خط كده بدايه، في ستارتنج لاين، صح. الستارتنج لاين ده بقى انت وشطارتك هتفضل فيه قد ايه، نفضل فيه حبه حلوين بقى وخلاص ونريح كده، ولا لا طب انا اطلع من الستارتنج لاين ده اللي بعده ازاي، طب اعمل ايه عشان ازود. انت طبعا هل شايف في سن معين للبزنس، ولا شايف ان الشخص مجرد ما يبقى جاهز يبدا؟ لا مفيش سن خالص، مفيش سن، ده انا حتى فاهم انا في الاربعينات دلوقتي. ما شاء الله. تمام، مش باين عليك ما شاء الله. وبقول لناس كتير جدا يعني الاربعينات دي ده العشرينات الجديده، صح. فاهم قصدي؟ عندك بقى ايه، خبره وعندك ماتيوريتي وعندك شويه صحه، فيعني فدر از نو ايج ليميت خالص. انت بص، انت خدت اصعب خطوه، جيت هنا انت خدت اصعب واحده، خلاص مفيش حاجه اصعب من كده، مفيش اصعب من كده. انت خدت الصعبه، فاهم؟ انت خدت وان واي تيكت وجيت، اي حاجه تانية انت قدها. فحته بقى نبدا بزنس في عشريناتي ولا في ثلاثيناتي ولا اربعيناتي ولا خمسيناتي، اي سن تقدر تبدا، اي سن. منطقي جدا حقيقي. الكلام معاك يعني ما يتشبعش منه والله يا معتصم، ولعل وعسى ان شاء الله الناس تكون استفادت، ويعني الموضوع كان فاليبل يعني، وقدمنا حاجه يعني كويسه للناس. لو محتاجين اي تفاصيل احنا هحاول ان انا اخد منه كل اللينكس اللي احنا اتكلمنا فيها بحيث اخليها لكم في الكابشن بتاع الفيديو. لو في اي حد عنده اسئله يسيبها لنا اكيد في الكومنتس، هبقى مبسوط ان انا اجاوب على كل حاجه ان شاء الله. يلا السلام عليكم.